فوانيس العزم. في الشعر: أخذني معك لو بس قل لي لوين أروح، وشفني بنظرة مالك في ملكوته، عيون الرضا ما كنا هلا سفينة نوح، من بها ينجى ومن كابر تفوت. والفن: لا على الشباك واحجز. لا يدي يضحك أكثر من الجمهور. والرياضة: المتعة ستعود والفرجة ستروح والألقاب ستسود. والإعلام: نجوم تضيء بإطلالاتها الأثيرية في فوانيس العزم. فوانيس العزم على إذاعة هنا العزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر حسابنا في منصة إكس، وكذلك مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة هنا العزم في برنامجكم فوانيس العزم. بداية تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأل الله جل وعز أن يتم علينا هذا الشهر الفضيل ونحن وإياكم ننعم بثوب الصحة والعافية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أجمل التحايا وأصدقها لكم مستمعينا الكرام من فريق عمل البرنامج، من الإعلام الرقمي عفاف السكران، ومن الإخراج بندر الشايع، وأنا أخوكم مسفر العارف من الإعداد ومن التقديم. غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. غردي غردي واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ موسم العفو أوان الرحمة،
فرصة العمر زمان العمل، مركب يعلوه نور الهيبة، قد تجلى فيها بالمخمل، عجبا من طامع في الجنة، فتح الباب ولما يدخل، غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علقي الأفراح في جد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة هنا العزم، وكذلك مشاهدينا الكرام عبر حسابنا في منصة إكس. مستمعينا الكرام ومشاهدينا، من بين المباني المهجورة ومناطق الرعب وقصص الخيال، من بين وجودها من عدمها، ومن أجل معرفة الحقيقة، نستضيف في هذه الليلة المغامرة السعودية، أو أول مغامرة سعودية سنستكشف سويا وإياكم حقائق المغامرات، حقائق الرعب، حقائق الخيال. نرحب سويا بالمغامرة السعودية الأستاذة أميرة الراجحي، حياك الله. يا هلا ويا مسهلا، والله مساءكم سكر ولا صباح الخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. منا ومنك. لا باقي ساعة على الصباح ترى. لا خلاص الساعة 12 الساعة 11 والله الساعة أجل خلاص أجل. يا مساء الخير ومساءكم سكر ومساءكم جميل. يعطيك العافية أميرة، أو تبغى نسميك ميرو كالاسم المعتاد؟ والله شوف، هم الكل بالأجمل حتى أهلي، جميل، حتى العائلة بصفة عامة ما ينادوني بهذا الاسم، ينادوني ميرو. واسم ميرو أو لقب ميرو من الصغر، من وأنا تقريبا بالمتوسط، وأنا خلاص مستمرة على هذا اللقب. ما شاء الله. طيب أميرة، احنا في البداية راح نتكلم بإذن الله تعالى معك زي ما نتكلم مع كل ضيف، أو محورنا الأول مع كل ضيف راح نتكلم في البداية عن رمضان، عادات رمضان، عاداتنا في رمضان قديما وعادات رمضان اليوم، اختلافات بين رمضان زمان ورمضان اليوم. بعدها راح ننتقل للرعب وللخوف ونبغى بندر برضو يرجع يشغلنا المؤثرات هذه زي أول بعد فاصلنا الأول. أميرة، رمضان بالنسبة لك زمان، طبعا الكل يتفق أنه رمضان يختلف عن زمان، ورمضان يختلف اليوم بأشياء كثيرة، إن شاء الله ما تكون أشياء روحانية، يعني هي عادات تقاليد، ربما تغيرات في عاداتنا، في تقاليدنا زي ما قلنا، في حياتنا اليومية، لكن رمضان يبقى كروح رمضان الإيمانية موجودة، اللهم لك الحمد. الاختلاف عندك أنت أميرة اليوم؟ هو فعلا في اختلاف. رمضان أول يختلف طبعا كثير بهذا الجيل. يعني زمان كان في مثلا كعادات وتقاليد مثل زيارات البعض برمضان. كان بعد عندنا بالجنوب، خاصة بالجنوب بديرتي، يعني كان عندنا لابد أننا نلبس لبس معين. يعني لكم لبس معين في رمضان؟ ايوه، لازم يكون من بداية رمضان لين 15 يكون لازم اللبس الشعبي. له اسم هذا اللبس ولا هو عادة كذا؟ لا هو عادة عندنا بالجنوب، عارف ولا لا؟ فأنا قلت لك في اختلاف. يعني اللبس هذا له اسم معين؟ هو حاليا يسمونه، هو يسمونه شالكي حاليا. شالكي او شاكلي او حاجه زي كذا. ترى والله ما اعرف. ايوه. ولكن احنا زمان نسميه اللبس الشعبي. حلو. اي، فزمان كان بعد عاداتنا جميله، يعني فيها زيارات. يعني خلاص نصلي التراويح، نحدد اننا لازم نزور هذا البيت، اليوم نزور هذا البيت، بكره نروح نزور البيت الثاني، فلازم من بعد التراويح لازم الزيارات. انت رمضان كان بالجنوب زمان طبعا. ايوه بأي منطقة؟ بجازان. بجازان. ايوه.
طيب الشيء المهم، أنا هذه الفقرة أنا أحبها كثير، موضوع الاختلاف ثقافات الأكل. موضوع الأكل أنا أحبه الأمانة. اختلاف ثقافات الأكل بجازان عن الرياضة طبعاً اختلاف طبعاً. كبير. اليوم اللي تعتبر في جازان حلا، اليوم نعتبرها اليوم وجبة بالرياضة على فكرة. مثل والله ترى ما أعرف الأسماء، اللي هي هذه اللي عسل وما أعرف إيش. لا، هذه انت الحين تعتبرها حلا؟ هو ترى هي فعليا ترى حلا. يعني أتذكر كان عندنا برنامج مع زميلتنا فوز معليش، الخمعلي. احنا بالجنوب ناكلها مع السمك. لا فعليا ترى هي شو اسمها، بس أنا أتذكر المرسى. لما رجعنا لأصل الأكلة ترى هي حلا. لا زيها زي المعصوب، هو حلا بالأساس، هو لا يحلون شوف، فيه. المرسى يختلف عن المعصوب فيها قشطة وفيها المكسرات وفيها لا أتكلم عن المرسى. المرسى. لما رجعنا لأصلها كان عندنا برنامج زي ما قلت لك مع زميلتنا فوز الخمعلي، كنا نرجع الأكلات ما بين جازان واليمن. طلعت المرسى وهي حلا أصلا، كانوا زمان يستخدمونها حلا. طب الوجبة الأساسية وين؟ انت ذكرتني بشيء مرة مضحك. قبل تقريبا سنة أو سنتين لما أنا سويتها لوحدة جارتي طبعا من أهل نجد، سويت لها هذه المرسى. هي أكلتها بالملعقة ومعاها فنجان قهوة. يعني أوكي، يعني هي عرفت إنه فعليا حلا. فلما أنا سألتها قالت لأنه في شيء في عسل، في شيء حالي. لكن حنا بالجنوب كنا ناكلها مع الغداء، لازم مع الغداء ولازم مع السمك. وهي ثقيلة والله، هي دسمة. والله هي خفيفة على قلوبهم وعلى معدتهم. والله هي دسمة، الأمانة هي دسمة، أكلة دسمة فعليا. طيب حنرجع للموضوع طب هي هذه من أكلات رمضان تعتبر عندكم؟ لا مو رمضان، لا هذه بالأكلات العادية يعني. في أكلة برمضان أنا كنت أحبها، هي عبارة عن خبز مع لبن ويجي حار. لا هذه مو قصدك الشفوت. بس ممكن أهل جازان ما يتقنونه زي أهل اليمن. يعني أهل اليمن لا شاطرين بهذا الشيء. عندنا احنا نبي نقلدهم بس ما عرفنا بصراحة. بس أهل اليمن هم بالأمانة يعني لذيذة. شطار. والله لذيذة. طيب السؤال الأهم، اليوم عاداتك برمضان؟ دوام. أرجع للبيت، أزين فطوري، أناظر شوي للمسلسل اللي بعد المغرب، بعدها تراويح، بعد التراويح أرجع أجلس مع العيال والمذاكرة، وبعد كذا نوم. هذا هو رمضان حاليا. طيب نرجع برضو موضوع الأكل. اليوم وش الوجبة الأساسية؟ أنت جوعان؟ إي والله العظيم. إي والله. ما أفطرت زين؟ إيش الوجبة الأساسية اللي لازم تكون موجودة عند أمل عند أميرة زمان والله لا اليوم يقول الأكلة وليس وجبة، أو الأكلة. الأساسية اللي بالفطور لازم تكون السمبوسة واللقيمات. شيء أساسي. أنت متشرطة بالأكل؟ لا أنا جدا مسالمة. وأنا قلت لك أنا أفطر ما أتسحر، ما ذكرت لك أنا السحور، لأني أنا جدا أنا خفيفة في الأكل. أهم شيء عندي الفطور، أهم شيء عندي اللقيمات والسمبوسة والعصير. خلاص بعد كده خلاص. هو هذه عادة ولا حفاظا على الصحة وحفاظا على الكربوهيدرات وما أعرف إيش؟ لا لا، ولكن هذه لها طعم خاص بالفطور. يعني إذا ما يزين الفطور إلا هذا الشيء، السمبوسة واللقيمات. طيب راح نطلع فاصل، وبعد الفاصل راح نرجع بإذن الله لمحورنا الثاني والأهم اللي هو بس المغامرات. لا خلاص احنا بندخل، هذه بداية. هذه بس نكسر حاجز رهبة المايك والكاميرات وكذا، بعدين احنا ندخل على العميق بعد شوية. مستمعنا الكريم عبر الأثير، مشاهدنا الكريم عبر حسابنا في منصة إكس. فاصل قصير وراجعين بإذن الله تعالى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله. يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا
إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك. الله يا الله يا الله، يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك. الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله. أنت العظيم المستعان العالي، وأنا الفقير إليك من أعمالي. أنت العظيم المستعان عالي، وأنا الفقير إليك من أعمالي. فاغفر ذنوبي يا كريم، يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله. أعطيتني والحمد يا معطينا، أعطيتني والحمد يا معطينا. نعما بشكرك لا 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 ولن نحصيها. أعطيتني لك الحمد يا معطيها. نعما بحمدك نعما بشكرك لا ولن نحصيها. تمم علينا بنعمة الإيمان، والهم فؤادي كي يزد تقواه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة هنا العزم، وكذلك مشاهدينا الكرام عبر حسابنا في منصة إكس. عدنا والعود أحمد مع ضيفتنا المغامرة السعودية أميرة الراجحي أو ميرو. ميرو، خلينا احنا بنبقى على ميرو ولا أميرة؟ ميرو. طيب ميرو. ميرو، طب في البداية خلينا نتكلم بداية هذا التوجه، توجه المغامرة. من كم سنة تقريبا بدأت هذا التوجه؟ من كم سنة بدأت أغامر قصدك؟ أي. ممكن 2 تقريبا. بس أنا كنت من عشاق إني أنا أتفرج لهذه الأشياء. كنت أنا من عشاق طبعا المغامر ياسا، هو اللي خلاني إني أنا أجرب هذا الشيء، هو اللي دخل هذه الفكرة في راسي. يعني لازم ميرو الراجحي تروح تنزلي نفس الأماكن وتشوفي الأحداث اللي هو الأشياء اللي كانت تطلع للمغامر ياسا. فبدأت من هنا انطلقت. هذا هذا السبب. لكن في سبب رئيسي، كان واحدة من جاراتي بنتها عندها يعني مسخنة فيها سخونة، فدقت علي على الساعة تقريبا 11، كان الوقت مرة بدري، فقالت ميرو أبي في فدول، روحي خذي لي في فدول. قلت روحي الصيدلية موجودة قريبة يعني. قطعت الشارع، قالت لا أنا أخاف يطلع لي بسم الله والله أي شيء. أيوة. أنا هنا قلت لا، لازم أنا أبدأ الشيء، لازم أثبت. برضو أنا كنت أبي أثبت للنساء، يعني أنا ما كان في بالي إني لازم أثبت للرجل إنه ما في هذه الأشياء وما في هذه الخزعبلات. فقلت دام في حريم وفي بنات وفي معشعش هذه الأشياء في بالهم، لا انطلقي وادخلي هذه الأماكن أو أودية أو بر، واثبتي لهم انه ما في هذه الاشياء. يعني لا، هو اثبات ما في هذه الاشياء، هذا شيء طبعا كلنا نؤمن بوجودهم ونؤمن بحقيقتهم. هم موجودين طبعاً. فعلا انت تتكلمين انه ما في الشيء اللي قاعد نسمع فيه وقاعدين نشوفه. ايوه، يعني زي هذه الجاره لما قلت لها روحي جيبي الدواء، قالت لا اخاف انه يطلع لي شبح ولا يطلع لي جني، ولا يعني هي جت في بالها كده متخيله انه اذا طلعت الشارع بيطلع لها الشبح او الجني. فهنا انا بدايه الانطلاق لازم اني انا ادخل الاماكن المهجوره واعلمهم انه ولا هذا اللي تفكيركم، هم موجودين لكن ما يطلعوا لنا يعني. طيب تقريبا كم عدد الاماكن اللي انت زرتيها؟ والله كثيره، يعني شوف انا اكثر شيء الأودية، لأنهم هم يقولوا لي المتابعين ترانهم بالأودية وفي البر وورا جبال وورا أشجار، فأنا حبيت أني أنا أكثر شيء أنزل بالأودية. لكن البيوت المهجورة والله القصور أنا نزلتها لأنهم كانوا يقولوا لي شوفي المغامر فلان طلعت له أحداث، شوفي المغامر كذا كذا طلعت له أحداث. فكنت أنا أروح نفس الأماكن اللي راح لها المغامر وأدور للأحداث اللي للأسف ما. طيب يعني هذا من كلامك انه المغامرين اللي اليوم قاعدين احنا نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هم بيختلقون طبعا المؤثرات، سواء متفقون مع اشخاص ثانيين انه تعالوا يلا انت اطلع علينا من المكان الفلاني؟ طيب ايش اللي خلاهم او اجبرهم يسوون هذا الشيء؟ لو حب الشهرة، هل هذا الشيء فعلا موجودة لكن قاعدة تطلع لهم هم، ما قاعدة تطلع لك انت؟ ممكن. وبرضه هم عدد المتابعين مشاهدات. هو حصل لي أنا موقف من واحد من المغامر وجه له التحية، هو عارف. مرة من المرات أنا شفت له مغامرة في بيت مهجور في المقبرة السلي، وكان هذه 3 فلل بجنب مقبرة السلي، مرة مخيفة. فكان دائما يغامر فيها ويطلع من الشباك الثاني شبح اللي هو لبس أسود والعيون العاكسة حقت الأنوار من الأنوار، ولو وجه الجوال عليه بتصير العيون مرة يعني كذا مضيئة. فكنت أنا أدخل له خاص، يعني شفت الحماس يعني أمانة، كان أحلفه أمانة يعني هذا الشيء اللي أنت شفته الشباك حقيقي شبح. كان يحلف ويقسم، أقسم بالله العظيم إنه غول. فأنا قلت خلاص لازم إني أنا أروح. عطني الموقع، قال أنت متأكدة بتروحين؟ قلت إيه بروح. قال متى بتروحين؟ ممكن هنا الغلطة الوحيدة إني أنا قلت له بكرة، وكان على فكرة في نفس اليوم برمضان بهذا الشهر السنة. يعني قلت خلينا أروح، يعني أنت رحت يا فلان برمضان وطلعت لك أحداث، هل أنا ممكن إذا رحت برمضان بيطلع لي الأحداث مثل؟ قال طبعا، بس أنت متى بتروحين؟ كان هنا الغلطة يعني. قلت له بكرة إن شاء الله بصلي التراويح وبروح. اللي خلاني بعدين أستوعب إنه هو اللي حدد لي الفلة، قال لي روح للفلة اللي بجنبها فلة ولا مقبرة؟ لا هي فلل مهجورة جنب المقبرة، لازقة بجنب المقبرة.
وكان بجنب الفلة خزان أبيض برا. قال أنت ادخلي في هذه الفلة تلقين الأحداث. قلت له أكيد. قال أكيد. وفعلا أنا نسيت عن هذا الشيء. فعلا اليوم الثاني صليت التراويح واتجهت. حلو. فأنا أول ما دخلت المقاطع موجودة في التوك توك، موجودة بعد في الأضواء وموجودة بالتوك توك. فدخلت أنا هذه الفلة، وقفت سيارتي، دخلت هذه الفلة اللي عندها الخزان الأبيض. ما أمداني بس أبي أفتح الباب، طلعت لي أحداث رمي قزاز من فوق السطح، تسكير أبواب بحركة مخيفة جدا، رمي حجارة، مو بحجارة صغيرة حجارة كبيرة يعني. عرفت اللي فعلا أنا خفت. أنا كنت أسمع الجري، في أحد يجري بالدرج. رجعت برا، وقفت برا، دقت على المغامر، يا فلان ترى في أشخاص. قال والله العظيم ما في أشخاص، قسما بالله هذولهم. بس أنت يا ميرو متغطية ولا كاشفة؟ قلت أنا كاشفة لأني أنا لوحدي وهذا مكان مهجور. قال شفتي هذول جن مسلمين ما يرضون إنهم يشوفوا إنسانة كاشفة وداخل بيوت مهجورة. كان هذا هو كلامه. قلت خلاص أنا بنسحب. قال لا تنسحبين كملي. قلت لا بنسحب لأني أنا أسمع أصوات جري بالدرج، هذول مو بجن. وبعدين الجن ما يرموني من فوق السطح بالحجارة وبالقزاز يعني. الجن لو بغوني والله لا يخطفوني ويدفنوني في المقبرة. فأحسن شيء أنا أنسحب. هنا أنا انسحبت، قعدت تقريبا أسبوعين 3 أسابيع قبل ما يخلص رمضان. قلت خليني أروح من غير ما أقول له، ورحت نفس المكان، دخلت صورت الفلة الأولى. آخر 10 أيام؟ أيوة تقريبا في 25 رمضان. كانوا يصلون التهجد يعني. معقولة كان ما هو فاضي لك يعني. لا أنت قلت كذا، لكن تدري المتابع وش قال لي؟ قال صدقيني، كان يقول لي صدقيني يا ميرو الجن قاعدين في الزاوية يناظرون، يقولون خلوها هذه بنت حرام مسكينة لا تأذونها، أذوا بس الرجال. المهم أنا هنا نزلت في ال3 الفلل صورتها، ما كان في ولا أي أحداث. يعني في فرق. شفت لما أنا قلت له إن أنا رايحة اليوم الثاني، هو اللي سوالي أحداث. طيب ميرو، مو ممكن إنه فعلا هم قاعدة تصير معهم الأحداث هذه، بس أنت زي ما قال لكم متكين على جنب يقول خلوها هذه بنت يا يعني شيخ. طيب أوكي. طيب ما هل ممكن فعلا قاعد تصير لهم هذه الأحداث؟ طيب أنا جالسة أعيد وأكرر نفس الأماكن اللي هم ينزلونها. أنا رحت حتى الدمام، عندك بيت الطلاسم، هم مسمينه بيت الطلاسم، جايبين أكثر من بخاخ وراسمين أشكال ونجمات بالجدار، وكانوا يقنعون المتابع إنه إذا مسكت الطلاسم يغمي عليك ولا حاجة زي كذا. فعلا في واحد منهم مسك الطلاسم وسوى نفسه إنه انصرع وأغمي عليه وصراخ. أنا رحت مرتين في هذا البيت، وعندك موجودة المقاطع في التيك توك وأضواء، ومسكت نفس الطلاسم وأنا أضحك. كان أبيهم يخطفوني إلى العالم الآخر. قلت يمكن أروح يودوني هناك، يمكن عالمهم يفسحوني شوي. كلها هذه خزعبلات وكلها فبركة وكلها تمثيل. طيب ايش الدافع؟ هل زي ما قلنا احنا الدافع اللي هو مجرد شهرة؟ طيب اوكي وصلت لعالم الشهرة، يعني الشهرة اللي تبنى على التلاعب بالمشاهدين او التلاعب بالجمهور. يعني لما يكتشف الجمهور انه والله فلان من الناس قاعد بيضحك علينا وقاعد بيقدم محتوى غير واقعي او غير صادق، هذه اتوقع انها مشكله بالنسبه لانك انت مؤثره في مواقع التواصل الاجتماعي. اتوقع انه هذه مشكله. العدد الكبير اللي قاعدين يطلعون بهذه المحتويات عدد مو سهل، ما شاء الله بالمئات اليوم قاعدين يتكلمون عن المغامر الفلاني، المغامر الفلاني، مغامر كذا. الكل قاعد يعني يجمع انه لا والله في احداث تصير. ميرو طلعت بمحتوى مختلف تكذب هذه الاشياء، احنا اليوم كمشاهدين مين نصدق؟ شوف، هو تجيني بالخاص احيانا تهديد وكلام يعني غير لائق، على اساس اني انا اترك هذا الشيء وماني دخل فيه. لكن انا بقول لك شغله مهمه، احنا دائما انا اقولها مباشره، انه لا مانع من المغامره، لا مانع، ولكن بدون حلف وبدون قسم. يعني اقسم بالله ان الجن هو اللي قفل الباب، وهو صديقك خلف الشباك بخيط نايله قاعد يقفل لك الباب والشبابيك. غامر، ولكن لا تحلف ولا تقسم. هذه الناحية الثانية، احنا في بلد جميل جدا وبلد سياحة. يعني انا ما انزل مكان اغامر فيه واقول وجدت سحر واسحار في هذه الاماكن،
بلدنا ما في هذا الشيء. هذا اللي أنا زعلني، وهذا اللي أنا ضايقني، وهذا اللي أنا دائما أطلع وأتكلم فيه، غامر ولكن بدون حلف، وبدون إنك تقول والله وجدت أسحار، ووجدت كمية سحر، وجدت علبة فيها سحر. بلدنا لا يوجد هذه الأشياء، وهذه كلها بس مثل ما قلنا مشاهدات وإثارة للجدل، وهذا كله كذب وخرابيط. وأنا ما شفت، أنا نزلت نفس أماكنهم ما شفت هذه الأشياء. طيب جميل. انت ما قد صار لك اي موقف من المواقف؟ يعني ما قد في يوم من الايام جاك موقف معين، اصوات معينه، لا اما في وادي او في فيلا على قولك؟ والله شوف لا المقبره لا، انا قلت لك رحتها 3 مرات ترى كلها موجوده. دخول داخل المقبره، شوف المقبره هي لازقه بالفلل، الشبابيكها اصلا على المقبره. اوكي. يعني انا اذا وقفت بالشباك يعني الفله تتكلمين انه مقابره كانت خارج سور المقبره، يعني مش داخل المقابر. لا هي المقبره لازقه بالفله، يعني بس السطح والشبابيك حقه الفله تطلع على المقابر. لان في واحد منهم راح جوه المقبره ولبس اللبس الاسود، والثاني يصوروا المغامر على اساس انه غول جوه المقبره. يعني ما احترم القبور، هو دخل جوه المقبره وصور وقال انا غول، ويعني ما احترم القبور والميت جميل. ايوه. لكن انا ما حصلت لي هذه الاحداث، انا اللي حصلت لي عماله. يعني انا دائما في البيوت المهجوره دائما اصادف عمال بصراحه، ودائما العمال احيانا هم اللي يخوفوني، يرموني وحاجه زي. ليش؟ لانهم يفكروني اني انا جايه ابحث عليهم، او انهم كاني يعني كانه صيد لهم، يعني كاني عندي وراي احد ونبي يعني نمسكهم، ولا هم عماله. يعني انا شفتهم. انت كنت تروحين لوحدك؟ انا اروح لوحدي احيانا، اروح بالنهار استكشف المكان. يعني لما مثلا تجيني واحده متابعه تقول والله البيت اللي بالحاره، زي واحده من المتابعه قالت والله في بيت بجنبنا، كل ما اروح للبقاله في احد في بسم الله يصفر لي، في بسم الله يناديني من الشباك، البيت مهجور ما في ولا اي احد. فلما أنا رحت بالنهار مع المغرب استكشف المكان قبل ما أنا أخشه بالليل، شفت آثار الفراش صورته، شفت آثار أكله شربه. يعني الجن ما عنده هذه الأشياء يعني. فقلت لها يعني أنت رايحة البقالة الساعة 10 شيء أكيد إن البنغالي ولا الباكستاني من فوق بيصفر لك يعني. طيب سؤال مهم. محيطك العائلي، محيطك المجتمعي، ما في أحد مانع هذه الهواية؟ والله شوف أمي في البداية يعني ما حتخاف عليك بكرة النهار تقلبين شيء ثاني ولا؟ شوف بقولك شغلة، هم في البداية عندهم معتقد يا ميرو إذا خشيتي الأماكن المهجورة أو الأودية تتلبسين. هذا معتقدهم لأنهم هم عايشين على الماضي. ما حد قال لك انك بتتحولين البس في يوم؟ يا لا ما بيتحول، انا ابيهم يخطفوني يودوني الى العالم الاخر، ابي اشوف عالمهم. لا جد، المحيط اللي كان عندك مجتمعك ما عارضوا؟ شوف في البدايه عارضوني وخافوا بصراحه، ولكن والله العظيم اقولها لك الحين بكل امانه، اذا شافوني يضحكون يقولوا اتارينا مغفلين. يعني هذه الكلمة اللي تضحكني من المحيط اللي حولي، أتارينا مغفلين كنا نسمع أجدادنا ونسمع كلام الناس، وهذه كلها خرابيط وكلها كلام فاضي. يعني هم موجودين لكن ما يطلعون ولا يسوون هذه البربرة وهذه الإثارة. طيب هو احنا نعرف انه فعليا وجود الجن هم موجودين وخلقوا قبل يعني البشر ونعرف انه وذكر في القرآن وجودهم تخويفهم للبشر يعني. بس الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم. يعني الله سبحانه وتعالى قال حنا ما نراهم. جميل، هذا ما نختلف فيها، إنه فعلا هم الرؤية هم يعني من طبيعتهم. طيب أنا أسألك يعني بسبب خلقهم، يعني الله سبحانه خلق الجنة من مارج من نار. يعني إحنا ما نختلف هذا، وإحنا طبعا ما نبغى ندخل في المسائل الدينية أكثر، لكن احنا مؤمنين بوجودهم، مؤمنين طبعاً. بمعيشتهم، مؤمنين ايضا بصعوبة حياتهم، مؤمنين بعدم السماح للاشخاص بالدخول في حياتهم او التدخل في حياتهم.
انا ابغى قوه القلب اللي موجوده عندك وخلتك انت تدخلين هذه تنططين الفلل وتدخلين المقابر. ما ابغى لا انت ما كنت تدخلين مقابر عشان ما تقول لي مسكها بعدين. إيه لا دخول أنا مرة المقبره صورت كذا تنططين الفلل وتدخلين ما ادري فين ومزارع وديان. ايش قوه القلب هذه اللي عندك؟ والله أبي أدور للجني، أبيه يطلع لي بأي موجودين. انا رحت اي مكان تحصل أبيه يطلع لي بنفس الشكل اللي يطلع لهم، أبيه يطلع لي بنفس الشكل اللي يطلع لهم. يعني أنا اللي دخلت المكان هذا وين الباب اللي يتقفل، وين الشباك اللي يتقفل، وين الحجارة اللي بترميني، وين العيون اللي تقريبا كم مرة قد طلعتي مغامرة؟ كثير والله. يعني حدود البيوت ممكن 11 بيت. يعني قد توصلتي ل50 ولا أقل من 50؟ لا البيوت ممكن 11 بيت. لا الكل توتال. ممكن في 40 حاجة زي لا كده. هم يستنونك توصلين 50 بس والله. ايه هم بعد هم 50 هم وينهم بس. زي واحدة من المتابعين قالت إذا رحتي البر حطي البخور. والله هم يحبوا البخور ويعشقوا البخور ويطلعوا لك. وفعلا عندي مقاطع بالتيك توك اني رحت انا وبخوري وتقول كاني مشعوذه وحاطه طاولتي ومطلعه زمزميه الشاي وكل شيء وبخرت وما طلع لي ولا اي حدث. اللهم اللي تبخر النامس والدبان. طيب ما جربتي تروحين اللي هي الفلكلورات اللي يقال انها فيها موجودين فيها مثلا، ما نبغى نسمي اسماء، بس بعض الفلكلورات الشعبيه اللي موجوده عندنا اليوم يقال انه فيها مجموعه من الجن تتلبس بالاشخاص وبيدها رقصات معينه ودقات معينه بلا بلا الى اخره. طيب هم قالوا اذا رحتي البر افتحي سامري وراح تطلع لك الاحداث وبيطلع لك الجن يرقص على السامري. عندي انا في التيك توك عندي المقاطع اني انا نزلت وفتحت لهم السامري. والله حسيت ان انت بكرامه الحيوانات تتراقص وانا اصلا جتني الرغبه اني انا ارقص وقتها. إيه هذه البدايه. طيب حلو ايه كمل. ما في البدايه ما في ولا اي شيء والله. راح شحن جوالي على الفاضي. فتحت السامري رجعت بعدها بكم اسبوع قالوا افتح القرآن، هم ما يحبوا القرآن. وراجعت مرة ثانية كلها في التيك توك فتحت القرآن ما في ولا اي شيء. طيب انت الان اليوم قاعده اميره تتكلمين ان انت شخص واحد، طبعا في احد غيرك قاعد يدخل هذا او يقوم بالعمل اللي انت تقومين فيه، انه قاعد يدخل المواقع والاماكن اللي غيرك من المشاهير والمغامرين زاروها وقاعد يكذب هذا الاشياء اللي صارت من قبل؟ طبعا في قبل اللي هو الاستاذ هشام الدماك كان معاهم بعد، وجه له تحيه. دخل في نفس اماكنهم. كان يعلمهم هو في البداية كان يعلمهم كيف يسحبوا الباب، كيف يربطوا التراب بسلك نايل ويطيروه بالسماء على أساس إنه كان يعلمهم الخدع. أيوة كان يعلمهم الخدع. سبحان الله هم واصلوا بهذا الشيء. هو خلاص صار كاتب وباحث. يعني هو اللي قاعد هو اللي وراهم الطريق. هو اعترف قال انا اللي وريتهم تحيه للاستاذ هشام. هو بعد المغامرين سواء اللي بالرياض او اللي بالشرقيه او اللي بمكه هم قاعدين ياخذون افكار المغامر ياسا. بس المغامر ياسا كان يغامر، كان يسوي لنا احداث، لكن الله يسعده ووفقه طلع في الMBC واعترف. يعني كان يسوي اكثر من اللي كانوا هم يسووه. فسألوه يعني قالوا له ياسا يعني الحين لازم تعلمنا الصراحة والحقيقة، يعني هذيك الأشياء والأصوات والعيون والأبواب هل هي ياسا هذه حقيقة؟ قال للأسف هذه كلها تمثيل مني وفبركة. فصاروا هم يتعلموا وياخذوا الأفكار من المغامر ياسا. طيب جميل. طيب المشاهد اليوم ما قاعد انه معلش على الكلمة يعني ما قاعد انه يتهمكم انتوا انت وغيرك من الأشخاص اللي قاعدين يطلعون يثبتون عدم الواقعية الأشياء بعدم قول يعني انكم انتم ما تقولون الحقيقة وانه المغامرين لهم الصح وانتم قاعدين تضللون على المشاهدين او العكس. لا شوفها في البداية كانوا يقولوا لي انتبهي ومدري ايش وهم صادقين المغامرين، بس لما انا شافوني اني انا انزل في هذه الاماكن المهجورة لوحدي وابحث عن الحقيقة فعلا فصاروا هم يروحوا عندهم يقولوا لهم وين الاحداث اللي طلعت لكم ما طلعت للمغامرة أميرة. طيب هي امرأة وانتم ما شاء الله رجال يعني كثير، يعني عددكم كثير بالدمام وبالرياض
في مكة. طيب كلها طلعت لكم نفس الأحداث. وعلى فكرة يعني اللي في مكة يجي للرياض، واللي في الرياض يسافروا للدمام ويغامروا في نفس المكان. يعني القصر مثلا غامروا فيه 7 أو 8 مغامرين. طيب جت بعدهم المغامرة ميرو، نفس الأحداث تطلع لهم، نفس الأحداث نفسها، العيون هي نفسها اللي تطلع لهم، اللي عند المسبح، اللي عند الشباك. أنا رحت نفس المسبح عند الشباك أدور لهم أبيهم، ما في ولا قد صار لك أي شيء من الأشياء اللي لأني أنا عارفة، وصار المتابع بعد عارف إن هذه كلها تمثيل. طيب شوفي الأمانة الحديث معك ذو شجون والله، وراح يأخذ منا وقت طويل، لكن للأسف إنه تقريبا إحنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. في ختام حلقتنا طبعا كلمة نبغاها منك أميرة لرجال بذلوا أرواحهم في الحفاظ على أمن هذا الوطن، رجالنا بالحد الجنوبي، نسأل الله أن يسدد رميهم وأن ينصرهم على عدوهم يا رب. اللهم آمين. ما أقول إلا الله يوفقهم والله يسعدهم. يعني احنا بحمايتهم من بعد الله فعلا. لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى لما أمنا في هذا الوطن. نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء الدائم بإذن الله تعالى. كنت معنا المغامرة، أول مغامرة سعودية، الأستاذة أميرة الراجحي، ميرو الراجحي. شكرا لوجودك. الله يسعدك، وأنا سعيدة والله تواجدي معاكم، وكان الحديث جدا ممتع وجوعتني، والحين أنا بروح شكرا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة هنا العزم، وكذلك مشاهدينا الكرام عبر حسابنا في منصة إكس. غدا بإذن الله تعالى ضيفتنا الشاعرة والكاتبة والأديبة الأستاذة فاطمة الشهري. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله. فوانيس العزم. إعداد وتقديم علاء القيسي